بعد الفيديو ده ممكن تجار البن ايه يشيلوا مني كام. احنا يهمنا الناس، يهمنا وانا المشاهد. يهمني ابعد عن الرخامه بتاعت المطبخ. الرخامه، رخامه المطبخ الناس بتشيل البن في البيوت. بالظبط. نصايح ايه بقى؟ عندك بقى حاجتين، بس الهواء دوت هيخف معايا الجوده بتاعت البن. كل حركه في البن محتاجه سياسه وليها اصول. يعني ما ينفعش حتى اهين البنايه في الخزين بتاعها، لازم اخزنها خزين بعيد عن الرطوبه. بعد التحميص لازم البن يبرد، ما ينفعش اشيله وهو سخن. بعد ما يبرد واحطه على المطحنه بتاعتي الجميله دي واشغل المطحنه، البن لازم ينزل لي مطحون بارد، ما ينفعش يطحن البن وينزل لي في الدرج سخن. انت قلت لي ان هياخد المراره. حلو. طب انا جيت دلوقتي حمصت وتعبت في المحمصه، وجيت طحنت وتعبت في المطحنه، ورحت جايب غلاف باكيته بلاستيك ألمونيوم، اي نوع باكيته. يعني الباكيته بتفرق في اساسي على جوده البن. ده اساسي يا باشا. يعني الباكيته اللي بتتشال فيها دي ده اساسي. ده لها مواصفات. الباكيته بقى لها عشان انا ما مواصفات. اضيعش تعب. تمام. في باكيته بلاستيك، وفي باكيته مش عارف نوعها ايه، وانواع كتير طلعت، وكل واحد دلوقتي بيحاول يجيب الشكل النظيف. طب انا ماليش دعوه بالشكل النظيف، انا عايز اجيب جوده تحافظ على الجوده بتاعت البنايه بتاعتي. دي الخامه دي اسمها ورقه كرافت، ورقه كرتون. الكرتون او الخشب الحاجتين اللي ينفع اخزن فيهم بن. غير كده البن الجوده بتاعته بتقل نمره كل يوم بيعدي عليا. لو انا شلت البن ده في مكان مش صح للبن، اجي انا اعمل البنايه، اطحن البنايه الاقيها ما فيهاش طعم، ما فيهاش اي حاجه خالص. طب ايه ده؟ راحت فين؟ البنايه راحت فين؟ تعبك راح. تعبي راح يا باشا. طب انا دلوقتي جيت مسكت الكيس، لقيت الخامه بتاعت الكيس عامله ريح. طب حطيت فيها بن وقفلت، يبقى البن كرف على الريحه بتاعت الخامه. هو زي ما انت قلت لي ان البن بيستقبل اي حاجه بسهوله. ده بيستقبل اي حاجه بسهوله. ده هو يا باشا بيشد اي حاجه في الجو. يعني انا عندي هنا في المكان الناس ما تعرفش عني حاجه، لازم يكون مقفول. مغلق. وغير ان انا مغلق، مكان مكيف، وما اسمحش الدبانه مع احترامي ليك تخش من على العتبه. ما ينفعش. ليه؟ البن بيمتص اي حاجه. حتى انا عندي هنا في المكان لاغي كل حاجه تحت مسمى بلاعه، لا مؤاخذه في اللفظ، لغيت. ليه؟ البن بيشد اي حاجه. دبانه يشدها، حاجه ماشيه يشدها، برفن وانا معدي كده حاطط برفن وانا معدي من البن كده بخور زي غرفه العمليات. يعني بخور، لو حطيت بخور وبخرت المكان عندي الدنيا باظت. طب انا مش عايز ادخل حاجه على البنايه بتاعتي. طب وفي البيوت الناس لما بتخزنوا يعني برضو تبعدوا عن اي بهارات المطبخ، عن الكلام ده. هو يبعد عن الرخامه بتاعت المطبخ. رخامه المطبخ هو اخره. يعني عايزين نصايح لتخزين الناس بتشيل البن في البيوت. بالظبط. نصايح ايه بقى؟ عندك بقى حاجتين، يا اما في الباكيته بتاعته السليمه زي ما هي يتطبق ويتحط في الفريزر. في الفريزر عشان نحافظ على الجوده بتاعته. مش بيتجمد ولا؟ لا بالعكس، ده انت تروح بعد اسبوع تفتح هتلاقيه عادي بكره. يعني معلومه يا جماعه جديده ما حدش يعرفها. في الفريزر. ده بالعكس، ده انا حطيته في الثلاجه تحت، الميه ممكن توصل له مع العرق بتاع الثلاجه، الدنيا تخرب. في الفريزر لا. يا اما بقى الحل السليم ان هو يبقى قريب مني، كل ساعتين ثلاثه بعمل قهوه في برطمان ازاز، ويا ريت ما يكونش بتاع صلصه، يا ريت ما يكونش برطمان بتاع بهارات دي بتبوظ الدنيا. لا، برطمان نضيف ان شاء الله. نجيب برطمان من اي حته جديد بس يبقى مخصوص للبن، ليه غطا زي ده كده، خشب، جلده تحافظ على. يا ده خشب ولا ده خشب؟ انا قلت لك الخشب والكرتون بس انت عامل له كمان جلده، مش عايز يدخل له هواء. اصل الهواء دوت هيخف معايا الجوده بتاعت البنايه، انا مش عايز الكلام ده.
تمام. انا جيت حافظت دلوقتي على الطحنه بتاعته وحطيته في الباكيته. اهم حاجه عندي الباكيته، المكان السليم بتاعي فيه اللي هو البرطمان اللي ما ينفعش يدخل له هواء او ما ينفعش نسيبه مكشوف، بنغطيه وبنحطه بعيد عن البهارات، هو اخره جنب السكر والشاي، غير كده ما يتحطش، يتحط بره في اي حته. لان البن ما ينفعش حد يجي ياخد مني ربع بن ويروح يكرفه بره ويقول لي اصل انا البن ده انا واخده كارف. لا يا باشا، ما هو كارف سوء استخدام منك انت، سوء تخزين منك انت، ده مش مني انا. والشغلانه ديت يمكن عشان ظهرت في الاخر موضه وظهر فيها ناس كتير دخل في المجال ده. وكل اللي معاه 20-30 الف جنيه قال لك يا عم انا اروح اجيب بن واروح اجيب حبه بن واعمل كوبايه قهوه وابيعها. طب يا باشا اساس البن، والناس بتنبهر لما بتلاقي مكنه الطحن وقدامها ويسمع صوتها يا باشا يعني. طب اقول لك على حاجه، 90% من المطاحن شغاله بيها مطاحن البن في مطحنه كده بيبقوا حاطينها على الرخام. الناس بتبقى شايفه المطحنه كده، ايه ده انا نفسي اخد بنايه من هنا. طب ايه رايك بقى ان المطحنه ديت انا ما بشتغلش فيها وما بحبش اللي يشتغل فيها، لان المطحنه دي بتبقى عباره عن ترس قصاد ترس، بيمسكوا البنايه يفرموها، تمسك البنايه وهي بتطحن تلاقي البنايه مولعه، تعملها في كوبايه قهوه تلاقي فيها مراره العالم كله في البنايه. ازاي؟ طب انا عايز مراره القهوه مش مراره لسعه. في فرق. ده كده في فرق، ده كل واحد فيهم في حته تاني. طب الطحنه ديت بتطحن البن في دقيقه لدرجه ان هي بتخليه مولع سخن. الزبون بيروح واخد الباكيته يلاقيها سخنه وهو خارج من هنا يقول لك يا انا مبسوط. طب انت كده مش هينفع اقول لك انت كده مضحوك عليك، مش موضوع مبسوط. انا دلوقتي بطحن لك البن مخصوص، انت قلت لي انا مستعجل، هقول لك معلش يا باشا انا مش هينفع امشيك دلوقتي غير لما اقعدك معايا 10 دقائق. ليه اقعدك معايا 10 دقائق؟ هستنى البن ياخد هوا كده وياخد نفسه ويبقى رايق واحطه لك في الباكيته، عشان ما ينفعش يعرق في الباكيته من جوه. ما ينفعش يدورك سخن زي رغيف العيش لما بيطلع من الفرن، لازم يتهوى. حلو. خليك قاعد جنبي بقى لحد ما البن يتهوى واديك البنايه، غير كده ما ينفعش اطلع لك البن وهو سخن. طيب الناس دي يا باشا مش فاهمه الكلام ده، معاها مطاحن ومعاها بن، بس تيجي تكلمها بقى في الطبخه بتاعت البنايه في التحميصه يقول لك لا انا بجيب بن جاهز وبعرضه عندي وببيعه وبطحن وبعمل. انت كلامك معايا كلام الفاهم في الشغلانه واللي بيحب الشغلانه وعارف كل تفاصيلها. طب في حاجه تاني بقى، يمكن ان ممكن تجار البن وما يحب يعني بعد الفيديو ده ممكن تجار البن يشيلوا مني جامد. ليه؟ احنا يهمنا الناس، يهمنا المشاهد. وانا يهمني الناس، لان انا زي ما قلت لك انت تعال اتفرج على البن بتاعي مش هتلاقي مكتوب عليه يمني وسوداني. الكلام اللي يا باشا انا طبختي وما بتتغيرش، طبختي هي تقريبا هو اللي منجحني التوليفه بتاعتي، فانا لو غيرتها ابقى مش ثابت على الجوده بتاعتي زي ما بيقولوا.